برنامج ريدي كيد، أول كورس تنمية مهارات التواصل للأطفال من سن 3 ل5 سنوات. يا ريدي كيد، أخبار التمرين إيه النهاردة؟ ماما، هو أنا غبي؟ إزاي تقول كده يا ريدي كيد؟ طبعا لأ، أنت مش غبي. مين قالك كده؟ كابتن الكاراتيه هو بيعلمني حركة جديدة بس صعبة شوية، لما كررها كذا مرة قدامي للأسف معرفتش أعملها. طبعا الكابتن غلطان إنه قال كده، والمفروض إن هو يشوف طريقة تانية يعلمك بيها الحركة الصعبة دي. طيب بص يا ريدي كيد، بكرة في التمرين هتروح للكابتن وتقوله كده. وماما كانت عايزة إن ريدي كيد يواجه المشكلة دي بنفسه في الأول، وفهمته هيقول إيه. وتاني يوم ريدي كيد راح للكابتن. إزيك يا كابتن؟ لو سمحت يا كابتن، عايزك تعمل قدامي الحركة الجديدة بطريقة تانية، وأنا هثبت ليك إن أنا مش غبي. طيب أنا هعملها قدامك أبطأ شوية وهنشوف. طيب أنا هعملها دلوقتي وأجرب. تمام، قربت قوي. هحاول تاني. برافو عليك يا ريدي كيد، انت فعلا قدرت تعمل الحركة الجديدة. مساء الخير يا كابتن، هل ريدي كيد قدر يعمل الحركة الجديدة؟ مساء النور يا فندم، فعلا أنا مبسوط جدا. ريدي كيد قال لي امبارح إنك قلت له إنه غبي ومش عارف، بس أنا كنت واثقة في ريدي كيد. ده فعلا خطأ مني يا فندم، وأنا بعتذر عنه. وانت يا ريدي كيد فعلا ذكي جدا، وأنا انبسطت إنك صممت ونجحت. شكرا يا كابتن للاعتذار، وأرجو تعرف إن أي كلمة زي كده لأولادنا ممكن تأثر فيهم جدا. يا ماما، أنا بحب جدا الكابتن وهو أكيد مش قصده. يلا بينا يا كابتن عشان نبدأ التمرين ونتعلم حاجات مهمة. وانبسطت قوي ماما لأن ريدي كيد قدر يواجه المشكلة وسامح الكابتن، وكمان كان قوي. ما كانتش الكلمة دي ليها تأثير عليه إن هو يكون ضعيف أو يصدق إن هو غبي. اهلا بيكم يا احلى ريدي كيدز. انا مبسوط جدا ان انا معاكم النهارده، والنهارده هنتعلم حاجه مهمه قوي. لو حد قالك انت غبي هو غلطان، لان انت مش غبي، بالعكس انت ذكي، لكن هو اللي ما قدرش يوصل لك المعلومه بطريقه سهله انت تفهمها. ولو اي حد قالك كده اوعى تصدق ابدا كده، وقول له اشرح لي بطريقه تانية. انت تقدر تتعلم اي حاجه زي اي حد اتعلم، المهم انك تركز كويس وتحاول تاني زي ما عمل بالظبط ريدي كيد. اي حد يقولك انت غبي اوعى تصدق ابدا، انت ذكي وتقدر تتعلم اي حاجه زي اي حد. ودايما قول له لا انا ذكي. سهله ولا صعبه؟ اتفقنا؟ طب يلا نراجع مع بعض، وزي ما اتفقنا